بعد ما نشحنا السماد بالطريقة هذه على الحوض، يتم تقليب التربة شوية بهالطريقة هذه. نقلب التربة طبعا ونخلط السماد مع الرمل على أساس يعني نقطع، أساس ما نقطع الجذور مال النخل. التقليب بيكون سطحي مو بشكل عميق يعني. وسيدة يكون الماء جاهز، يعني الحين هذه بنعطيها ماي الحين، من يخلص جاكير بنسقيها ماي بالطريقة هذه. وبنوافيكم بعدين بالصور نتيجة التسميد شوي.